السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. وهنعمل مع بعض النهارده شويه محشي ورق خس، يعني حلوين جدا زي ما انتم شايفين، سخن كده ونازل من على النار. ورق الخس هو البديل لورق العنب. هو مش زيه بالظبط، لان ورق الخس مفيش فيه نسبة يعني مزازه زي ورق العنب، فده للناس اللي عندها مشكله في القولون او بتعاني من الحموضه او كده. ده البديل. اما لو عايزاه مزز زي ورق العنب تقدري تحطي شرايح الليمون، هيطلع زيه بالظبط. طبعا بنجيب الخس ده، الخس اللي هو البلدي بتاعنا، وبنمسكه نشيل منه الورق. شايفه الورق معدول ازاي؟ هترجعي بيها عكس الورق. طبعا شيلة الورق دي حاجة سهلة جدا، هتشيليها ورقة ورقة، هترجعي بيها لورا، هتجيبيهم كلهم على بعض كده مرة واحدة وتقطعيهم. مفيش فيها مشكلة، دي سهلة جدا. أهم نقطة في الموضوع إن أنا بعد ما أقطع الورق امسكه اغسله كويس جدا، مره واتنين وتلاته، طبعا لانه بيبقى مزروع في ارض طينيه، في طينه او بيبقى فيه رمل او في الشارع او كده. بتغسليه حلو قوي قوي قوي، وتحطي في الميه مع غسيله معلقه خل كده، وبعد كده بتشطفيه وتصفيه. بأكد جدا على منطقة يعني الغسيل، حتى لو كرنب لو أي حاجة، بعد ما تسلقيها اشطفيها مرة واتنين وتلاتة. ما تستكفيش بس بالناس اللي تقطع وتسلق وبعد كده تحشي، لا، لازم تغسلي الحاجة مرة واتنين وتلاتة. شايفين الورق ده بيبقى طعمه حلو قوي. الناس اللي ما تعرفوش، وبيبقى مرن معاكي كمان في الحشي، وبيبقى يعني مش مكلف، بدل ما ترميه استفيدي بيه. شايفة الورق بيطلع معاكي ما شاء الله ازاي؟ انا هنا بس حطيته في ميه، بعد كده هغسله تحت الحوض. انا بعرفك بس ان انا بحطه في ميه الاول، دي ميه ساقعه عاديه. ده شكله بعد ما شلت الورق بتاعه كله. اجي بقى في حله فيها ميه على النار، حاطه فيها معلقه ملح صغيره، وببتدي، يعني انا مش بسلقه، انا بخلي الورق الهيشان بتاعه ده ينزل يطرى، يطرى معايا عشان اعرف اتعامل معاه، وبخرجه على طول. بعد ما بخرجه برضو بحط عليه ميه بارده بشطفه بيها كم مره، عشان ايه؟ اخلي لونه اخضر زي ما هو وما يكملش سوا. طبعا دي حاجه سهله جدا يا جماعه، ومش مكلفه، وده بتستفيدي من اي حاجه انت بتجيبيها في البيت. اللي هيجرب ورق الخاص ده يحبه جدا. زي ما اتفقنا، اللي بيحب المزازة بتاعت ورق العنب يحط شرايح معاه وهو بيستوي. اللي ما بحبش يسيبه كده طبيعي. طبعا دي خلطة محشي كلنا بنعرف نعملها. بصل ضربناه في الكبة مع فلفل، زيت وزبدة او ليا او اي حاجة من دي، مادة دهنية بتسيحيها، وبعد كده بتصفري البصلة بتاعتك وتحطي تنزلي بالقوطة تتسبك، وبعدين تغسلي الرز وتجيبي خضرة وتحطيه. حاجة سهلة جدا مش صعبة. هنبتدي نلفه بالطريقة دي، شايفة بتلف معاكي بمنتهى السهولة. والورق يعني ايه؟ بتقدري يعني بتتحكمي فيها زي ما انت عايزة. حتى لو الورقة معاكي مش مظبوطة ومش مقطعة، تقدري تحطي ورق مقطعة، تقدري تحطي ورقتين على بعض، وتقدري تصلحيها بالطريقة اللي تناسبك. شايفة؟ بتخلي ظهرها لجوه وانت بتلفيها. طبعا في التسوية برضو مش بياخد مرقة كتير. لما تيجي تحطي الشوربة ما بتحطيش كتير، بتحطي اقل من مقدار الكرنب والحاجات دي، لان الورق ده رقيق، يعني مش بيحتاج سوائل كتير في التسوية. طبعا هلف الحلة دي كلها او نصها، انا ما كملتهاش كلها، انا يعني كملت حوالي نصها. وبعد كده ده شكله معايا، حطيت عليه شرايح ليمون طبعا عشان يبقى ايه، قريب لورق العنب. والرز اللي بيطلع ده يعني عادي، انت تقدري تتحكمي فيها اكتر. اهم حاجه تكون الفكره وصلتك ومضمون الفيديو، تقدري تقفليها من الجنبين. يا رب يكون الفيديو عجبكم الفيديو